اطمن، اللي جاي كله خير. يا ابني يا بنتي، انا عارف انك جاي النهارده وشايل حمل تقيل. انا عارف انك فاتح الرسالة دي وقلبك مليان كلام كتير مش عارف تقوله، وعقلك فيه افكار بتوديك وتجيبك، وخوف من بكرة عمال يسرق منك سلام اليوم. انا عارف انك تعبت من السعي، وتعبت من الانتظار، وتعبت من كتر ما بتسأل امتى يا رب، وليه بيحصل معايا كده. أنا بكلمك النهاردة بصفة شخصية، بكلم قلبك أنت تحديدا عشان أقولك اطمن، اللي جاي خير. أنا مش بقولك كلام يطيب خاطرك وخلاص، أنا بكلمك بكلمة حق، كلمة خالق عارف تفاصيل حياتك وعارف خطتي ليك كويس. أنت شايف اللحظة دي، شايف الدقيقة، شايف الباب المقفول، لكن أنا شايف الصورة كاملة. أنا شايف الخير اللي بجهزهولك في الغيب، وهو خلاص قرب يوصلك. عايزك تاخد نفس عميق دلوقتي وترمي كل أحمالك عند رجليا. اسمعني بقلبك، الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليك، أنا كنت معاك في كل لحظة وجع. صدقني مفيش دمعة نزلت منك راحت هدر، مفيش تنهيدة وجع طلعت من قلبك إلا وليها عندي تعويض. وكلمة تعويض دي أنا عايزك تمسك فيها قوي. أنا إله التعويضات، لما بعوض مش بس برجع اللي راح، أنا بدي أضعاف، بدي حاجات ما كانتش تخطر على بالك. يوسف لما اتظلم واترمى في السجن كان فاكر ان دي النهاية، بس انا كنت بجهزه عشان يكون الرجل الثاني في مصر ويحيي شعب كامل. انت كمان الظروف اللي مريت بيها والبيبان اللي اتقفلت في وشك والناس اللي خذلتك، كل ده كان ترتيب مش صدفة ولا سوء حظ. ده كان ترتيب عشان انقيك وعشان اوصلك للمكان اللي يليق بيك، المكان اللي فيه الخير الحقيقي. أنا بجهز لك فرحة هتنسيك كل أيام الحزن، فرحة لما تيجي هتقف مذهول وتقول حقا يا رب، أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. الخير الجاي مش مجرد فلوس ولا مجرد حل المشكلة، الخير الجاي هو سلام عميق هيملى بيتك وقلبك. الخير الجاي هو استقرار ونجاح في الشغل اللي كنت خايف تفشل فيه، هو شفاء للعلاقات اللي اتكسرت، أو يمكن علاقات جديدة أنقى وأفضل بكتير من اللي راحت. أنا عارف إنك خايف من المستقبل، خايف من المجهول. مستقبلك مش في إيد ظروف البلد ولا في إيد مديرك ولا في إيد دكتور ولا في إيد أي بشر، مستقبلك في إيدي أنا، وأنا إيدي ما فيهاش غير الخير، ما فيهاش غير البركة. عارف، أنا بشتغل في الصمت زي الزرعة اللي بتكبر تحت الأرض ومحدش شايفها، بس فجأة بتشق الأرض وتطلع للنور وتطرح ثمر. أنا شغال في حياتك دلوقتي حتى لو أنت مش حاسس. أنا بمهد الطريق، بغير القلوب، بفتح فرص، ببعد شرور كانت جاية عليك وأنت ما كنتش دريان بيها. أنا بحوطك بسور من نار عشان أحميك. ساعات بتلومني وبتقول اتأخرت ليه يا يسوع؟ يا حبيبي، أنا توقيتي غير توقيتك، أنا مش باجي بدري ولا باجي متأخر، أنا باجي في الوقت الصح، الوقت اللي تكون فيه انت جاهز تستقبل البركة وتحافظ عليها. ولو كنت اديتك اللي انت عايزه في وقت ما بتطلبه، يمكن كان ضرك، يمكن كان بعدك عني، يمكن ما كانش كملك، لكن اللي انا شايلهولك دلوقتي هو الخير الصافي اللي مفهوش شوائب. اللي جاي عليك ايام حصاد، انت زرعت كتير بدموع، زرعت بصبر، زرعت باحتمال، زرعت صلاة وصراخ مكتوم. جه وقت الحصاد، مكتوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. جهز مخازنك عشان الخير اللي جاي كتير. مش بقولك كده عشان تتواكم وتنام، لأ، لأن أنا عايزك تشتغل وتسعى، بس وانت مطمن. اشتغل بقلب فرحان مش بقلب العبد الخايف. أنا عايزك الفترة الجاية تركز عينك عليا أنا بس. لما الموج يعلى ما تبصش تحت رجليك وتغرق زي بطرس، بص في عينيا، طول ما عينيك عليا هتمشي فوق المية وفوق المشاكل وفوق الصعاب. ما تخليش الأخبار اللي بتسمعها تهزك ولا كلام الناس يحبطك. الناس بيحكموا بالظاهر، ولكن أنا فاحص القلوب والكلى، وعارف إن معدنك دهب، والدهب عشان يلمع لازم يعدي في النار، وانت عديت وخلاص وقت اللمعان جه. أنا بفتح لك صفحة جديدة النهاردة، صفحة بيضة ما فيهاش شخبطة الماضي. ما تقلبش في الدفاتر القديمة، ما تجلدش ذاتك على غلطات عملتها زمان وتبت عنها. أنا رميت خطاياك في بحر النسيان، ليه أنت بتغطس وتطلعها تاني؟
سامح نفسك زي ما أنا سامحتك. سامح اللي أذوك مش عشانهم، عشانك أنت، عشان قلبك يخف ويقدر يستقبل الخير الجديد. القلب المليان مرارة ما بيعرفش يفرح. فضي قلبك من الزعل عشان أملهولك نعمة. عايزة أقولك كمان، أنا هسدد كل احتياجاتك. ما تشيلش هم بكرة هاكل ايه ولا هلبس ايه ولا هدفع الفلوس دي منين. انظروا لطيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد، وابوكم السماوي يقوتها. انت اغلى عندي بكتير من العصافير. انت ابني، انت بنتي، وكرامة الاب انه يكفي ولاده. انا ليا طرق عجيبة في التدبير. ممكن ابعتلك الرزق من حيث لا تحتسب، ممكن ابارك في القليل فيصير كتير، وممكن افتح لك باب رزق كان مستخبي عن عينيك سنين. ثق في إله الوفرة. الخير الجاي كمان هو خير روحي. هتحس بقرب مني ما كنتش حاسه قبل كده. هتقف تصلي هتلاقي الكلام بيجري على لسانك والسما مفتوحة فوقك. هتقرأ إنجيلي هتلاقي الآيات بتنور في وشك وبكلمك منها مباشرة. دي أعظم بركة إنك تكون في محضري، لأن في محضري بتدوب كل المخاوف. اوعى تفتكر انك لوحدك في المعركة دي. انا ببعتلك ملايكتي يحرسوك في كل خطوة، وملاكي ميخائيل واقف يحارب عنك حروب انت مش شايفها في السماويات. انت مسنود، انت محمول على الأذرع الأبدية. انا عايزك من النهاردة تعيش بمبدأ التوقع الإيجابي. اصحى الصبح وقول يا يسوع انا متوقع خير النهاردة. انا واثق انك مخبيلي مفاجأة حلوة. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. آمن بالخير قبل ما تشوفه، ولما تؤمن بيه هتشوفه بيتجسد قدام عينيك. يا ابني يا بنتي، الليل آخره النهاردة، والشتاء آخره ربيع، والوجع آخره شفاء، والصلب آخره قيامة. دي قوانين أنا حطيتها في الكون وما بتتغيرش. حياتك كمان ليلها قرب يخلص، وفجر قيامتك وفرحك قرب يشقشق. ما تخليش عدو الخير يسرق منك الرسالة دي، ولا يشككك فيا ويقولك ده كلام وخلاص. لأ، دي وعودي، وعودي نعم وأمين. السما والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. أنا وعدتك، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قوم دلوقتي اغسل وشك وبص في المراية وابتسم. انت ابن الملك، انت غالي قوي ومحبوب قوي. ارفع راسك لفوق لأن نجاتك قريبة. امسح دموعك لأن اللي جاي فرح. استعد لاستقبال الأخبار الحلوة. استعد لاستقبال مكالمات تليفون اللي هتبشرك بفك الضيقة. استعد للشفاء اللي هيسرف جسمك ونفسيتك. سلم لي أمرك بالكامل وقول لي يا رب أنا واثق فيك. أنا مسلم لك الدفة. سوق انت حياتي ووديني للمينا اللي انت اخترتها. أنا عارف إنه ميناء سلام، وصدقني أنا عمري ما كسفت حد اتكل عليا. بحبك محبة أبدية، لذلك أدمت لك الرحمة. أنا يسوع رفيقك وصديقك وإلهك ومخلصك. اطمن، الخير جاي والخير كتير. سلامي أتركه لكم، سلامي أعطيكم. وقبل ما أسيبك ترتاح وتكمل يومك، عايز أقولك كلمة أخيرة تحطها حلقة في ودنك وتنام عليها الليلة دي. بيتك اللي انت شايل همه ده أنا داخله النهاردة ببركة خاصة، بركة هتحس بيها في كل ركن فيه. أنا هباركك في دخولك وفي خروجك. المشاكل اللي كانت بتسرق هدوء البيت هتمشي، وهيحل محلها روح تفاهم ومحبة وهدوء. ما تخافش. عايزك النهاردة لما تيجي تحط راسك على المخدة ما تفكرش في ازاي المشاكل هتتحل. أنا عايزك تفكر بس في مين اللي هيحلها. أنا اللي بحل العقد، وأنا اللي بمهد السبل الصعبة. خليك مطمن إن بكرة مش شايل لك هم، بكرة شايل لك بشاير. الخير مش لسه هيتخلق، الخير بدأ بالفعل يتحرك ناحيتك من اللحظة دي. استقبله بقلب شاكر وقول أمين وانت مصدق ان استجابته وصلت. أنا جنبك وسندك ومش هسيبك، وليك عندي أيام حلوة تليق بصبرك وتعبك. اتشجع وتقوى، أنا معاك. قول يا رب.